السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. لسه من دقائق منتهى مباراة نادي الأهلي المصري وفريق فرونينسي البرازيلي في دور نصف النهائي في كأس العالم للأندية، واللي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء. شفنا الشوط الأولاني في المباراة، وكان يستطيع الأهلي أن يحرز أكثر من هدفين، وكانوا هيفرقوا كتير جدا في الشوط الأولاني. لو طلعنا غالبين 2-0 مثلا كان هيفرق كتير قوي معانا، ولكن مش بقى كعادتنا، احنا ما بنحبش ان احنا نطلع المبررات والكلام الفاضي ده. احنا خلاص المباراة خلصت، الاهلي ما قدرش يكمل للنهائي، هيلعب على الثالث والرابع، فالموضوع خلاص. ولكن بنتكلم للشيء بالشيء يذكر، اللي هو ايه؟ الحكم. طبعا الحكم ده حكم للاهلي مباراتين قبل كده، ولكن شفناه النهارده لينا ركلة جزاء واضحة جدا في الشوط الأولاني لم يتم احتسابها. بعض الفاولات الغبية، كان في كورة النهاردة اللي ادى اللاعب لما ضرب إمام عاشور بالكوع في وشه اداله إنذار، نفس الكورة تقريبا اللي موديست خد فيها طرد مثلا. يعني ليه ما اتطردش؟ الكرة بتاعت مارسيلو لما طلع برجليه بالكامل على فخد ما محمد هاني، برضو ما خدش حتى تحذير شفوي. كان في يعني تحيز، ولو مش جامد، ولكن كان تحيز لصالح الفريق البرازيلي، وده لا يعفي من ان كان في تقصير من النادي الاهلي. زي ما قلت بين الشوطين، لما في اللايف اللي كنت عامله الصغير قلت ان مارسيل كولر عليه ان يجدد دماء الفريق في الشوط الثاني في بدايته، وما نستناش للدقيقة 60 والدقيقة 70، وكأنه مصر على عناده. مارسيل كولر مصر على عناده، ويتأخر للدقيقة 70 و74 عشان يعمل تبديلات للفرقة. ليه؟ مش فاهم. أنا نفسي أفهم ليه. يعني ليه اللاعب ما بيلحقش؟ اللاعب قلت بين الشوطين، أنا قلت إن اللاعب عقبال ما يسخن بيكون المباراة خلصت. فيها إيه لما ينزل يلعب الشوط التاني كامل؟ فيها إيه؟ أول 5 دقايق في الشوط التاني وينزل ياخد حساسية اللعب ويفك هيبة المباراة ويلعب. لكن مارسيل كولر العنيد جدا يصر على عدم التغيير، وده شيء ما كانش في صالح الفريق بالكلية. دايما بنقول النظرية الثابتة في كرة القدم: اللي يضيع يتحمل، اللي يضيع يتحمل. لعيبة الاهلي للاسف في المباراة دي كان اكتر من لاعب عايز يصنع المجد لنفسه. عايز يصنع مجد لنفسه، بمعنى ان الكورة وفي هجمة مرتدة لفريق الاهلي يستطيع ان يبصيها يمين ويبصيها شمال للاعب اللي جاي من الخلف او اللي جاي معاه على نفس الخط، اميز وشه للجون ووضعه كرويا احسن، ويصر على انه يلعبها بنفسه، فتخبط في قدم لاعب من المدافعين يا تطلع بره. طبعا حسين الشحات عمل الموضوع ده اكتر من مره. الكوره كوره جماعيه، ولما الاهلي يوصل لنهائي كاس العالم للانديه مش هيقولوا حسين الشحات اللي وصل الاهلي لنهائي كاس العالم للانديه، مش هيقولوا محمود عبد المنعم كهربا اللي وصل الاهلي، هيقولوا الاهلي وصل للمباراه النهائيه في كاس العالم للانديه، الاهلي حصل على بطوله كاس العالم للانديه، الاهلي حصل على المركز الثاني في كاس العالم للانديه. مش هيقولوا امام عاشور ولا كهربا ولا حسين الشحات ولا بيرستاوي. لازم نشيل من دماغنا الحكايه دي. انت بتلعب مباراة لعبة جماعية، ونشيل من دماغ كولر الله ينتقم منك يا كولر. ايوه، الله ينتقم منك يا كولر. نشيل من دماغه حكاية التغيير في الدقيقة 70. ايه؟ مش فاهم ايه ليه
في ايه يعني؟ ليه الدقيقة 70 يعني؟ انت بتدخر القوة لمين؟ يعني بتدخر الوقت ده لمين؟ ما اللاعب هيلعب، ما تنزله بدري. كل التقدير والشكر للاعيبتنا ومجهودهم، عملوا شوط اولاني بارع، ولكن كان في بعض التخاذل والانانيه من بعض اللعيبه. الشوط الثاني قدر الله ما شاء فعل، وهارد لك. والاهلي بقى واضح كده ان هو ادمن المركز الثالث، واضح ان الاهلي ادمن المركز الثالث. كنا يعني قاب قوسين او ادنى من الوصول للمباراة النهائية. عايز بقى انا اقول رأيي، بس اقسم بحق جلال الله، رأيي ده انا يعني حتى لو الاهلي النهاردة كان كسب ووصل للمباراة النهائية وخد بطولة العالم للأندية، اقسم بحق جلال الله هذا الرأي كنت برضه هقوله. انا رأيي الشخصي ان هذه البطولة بطولة ظالمة لا يوجد بها عدل، لان مفيش اي مقياس في الدنيا يقول ان فرقه تفضل قاعده حاطه ايديها على خدها كده مستنيه الهري اللي بيحصل في البطوله كلها عشان هي تيجي تلعب الماتش النهائي. يعني ايه مهما كان تصنيفها؟ مفيش حاجه اسمها تصنيف، في حاجه اسمها فرق ممكن تتعثر في الطريق للبطوله. ده بالظبط بيفكرني بايه؟ بالظبط ده بيفكرني بايه؟ بمجلس الامن، بيفكرني بجمعيه الامم المتحده. العالم كله لو قال على قرار، ودولة من الخمس دول اللي ليها حق الفيتو قالت لا، دولة واحدة من العالم كله قالت لا، بتمشي لا بتاعتها. ليه؟ يعني انا مش فاهم ليه مانشستر سيتي يلعب المباراة النهائية فقط؟ ليه ما يلعبش المباريات من اولها لاخرها؟ فهذه البطولات فيها كم من الظلم والجبن، انا مش حابه. ولو ننفع ان احنا ما نشاركش فيها تاني الا لما تبقى يعني عادله في التوزيع وفي اللعب وفي كل حاجه وفي المجهود، يبقى خير. ما يجيش الاهلي مثلا، يعني الاهلي لعب الاتحاد، وهو الاتحاد لعب قبلها ب4 ايام ولا ب3 ايام المباراه مع فريق اوكلاند سيتي، وجاي مجهد والاهلي جاي مستريح. فالاهلي بيلعب الاتحاد وهو اول مباراه ليه، ودي تاني مباراه للاتحاد، فالاهلي كسب الاتحاد. ده مش معناه ان الاهلي كسب عشان الاتحاد كان منهك، لا، هو المباراه كانت كويسه وجيده. وبعدين الاهلي يجي يلاعب فريق البرازيل اللي لسه جاي برضه عشان يلاعب الاهلي، والاهلي طالع من مباراه شديده المجهود مع الاتحاد وهو جاي مستريح. فيجي بعد كده اللي هيلاعب يعني الفريق البرازيلي لما يلاعب مانشستر سيتي، فبرضه هيبقى الاهلي تعبه هيلعب وهو فريق مانشستر سيتي جاي مستريح جدا. معادلة كده مش لطيفة ومش عجباني. أتمنى النظر بعين الاعتبار في هذه البطولة مرة أخرى. شكرا لكم، وارد لك في جماهير النادي الأهلي ولأولادنا النادي الأهلي، وهو ده حال جمهور الأهلي. احنا زعلانين إن الأهلي اتهزم هذه المباراة وإنه هيلعب على الثالث والرابع عالميا. شيء يزعلنا طبعا، لأن احنا مش واخدين على كده، يعني عايزين بقى نتقدم، يعني مش كل مرة نبقى الثالث العالم يعني. إن شاء الله بإذن الله هيبقى في خير بأمر الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.